السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله راح ندير لكم زوج وصفات موسمية اقتصادية بأقل التكاليف، ويعني في 10 دقائق توجدوهم. الوصفة الأولى عندنا المتوم تاع السلق بالسردين. عندنا سلق مدبل ومقطر منيح منيح. عندنا لاتشا تكون منقية منحية كامل الشوك ومقطرة منيح. عندنا توم مرحية، درسة حارة منزلية، زيت، ودرسة الفلفل الحلو المنزلية. كل انواع تاع الدرسة تلقوهم موجودة في بلاي ليست طبخة وتدبيرة. التوابل عندنا رند، فتات زعترة، ملح، سكر، كمون، زرعة البسباس، بهارات السردين. وعندنا طماطم مرحية كانت في المجمد. شوية تاع السكر نديروها اذا كانت طماطم مثلا فيها شوية تاع القروصية. زرعة البسباس والفتات تاع زعترة تمشي دايما مع الاسماك ومع الدجاج واللحوم، تعطي بنا بزاف بزاف هايله. اول حاجه بسم الله نشد هذيك اللاتشا اللي نكون يعني نقيتها منيح من برا، كرتها منيح، نقيتها من الداخل، نحيت لها الشوك الدخلاني وهذاك اللي جاي يعني حرش من برا والزعكه ديالها، ونكون قطرتها منيح منيح قبل الاستعمال. دوكا نضيف لها نص كميه التوابل. اللاتشا هذه هي السردين هذاك الكبير، شريته ب20,000 كي كان الوقت ديالو، ونقيتها بالطبع وخبيتها في المجمد. يعني اليوم قبل الاستعمال جبتها برك من المجمد، خليتها دابت، من بعد نحيت لها الشوك، لكن الراس ديالها والمصارن ديالها نحيتهم لها في نفس اليوم اللي شريتها فيه. المهم هذه ما شريتهاش دوكا، كانت قلنا في المجمد، شريتها في الوقت اللي كان السردين فيه رخيص. السردين هنايا يعني اللاتشا عندي مقدار تاع 2 كيلوغرام، والسلق هنا عندي 3 رباطي كبار تاع السلق، شريتهم ب10,000، يعني رباطي كبار كبار. استعملت منهم غير الاوراق والسيقان ديالهم، خبيتهم الوصفه واحده اخرى. تاني نفس الشيء، نقي هذاك السلق بالطباع، نحيلو اذا كان فيه الخيوط. هي من الافضل تستعملوا السلق اللي يكون فيه السيقان ديالو رقيق. من بعد نغسلو مليح وندبلو في طنجره، من بعد نقطرو منيح منيح قبل الاستعمال. هنا دوكا بعد ما سخن لي هذاك الزيت نبدا نعمل كويرات، يعني نكون دلكت منيح منيح هذاك الخليط بين السردين وبين السلق، ندلكو منيح قبل ما نبدا نعمل كويرات. من بعد غير يسخن الزيت نبدا نستف هذوك الكويرات، ما نمسهمش، نخليهم على نار متوسطه. كي من الافضل تكون المقله ديالكم يعني ما تلصقش هكذا باش ما تضلوش تحركوا فيهم، غير يبداو يتحمروا على الجناب تما نبدا نقلبهم ولا نزعزع هذيك المقله، يعني يدوروا وحدهم كما راكم تشوفوا هنا. يعني بعد ما كملت الكميه كامل، هذا التبسي هذا راهو غامق وكبير، معنى هذا لي كميه لاباس بها. دوكا في نفس المقله بعد ما نحيت كامل هذوك الكويرات نفرغ فيها هذيك الطماطم اللي كانت في المجمد. في الوقت اللي كانت الطماطم رخيصه كنت خبيت، يعني وريت لكم تلقوا في طبخه وتدبيره، بلاي ليست طبخه وتدبيره، تلقوا كل الوصفات بالطماطم. درت طماطم مرحيه وخبيتها، درت طماطم مصبره منزليه درتها بالقشور تاع الطماطم، خدمت صلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا الخاصه بالاسماك، خبيتهم كامل في المجمد. ودرت ثاني طماطم تكون مرحيه برك، يعني بلا تتبيله، كي نحب ندخلها هكذا في الوصفات. دوك نخلي هذيك الطماطم ديالي مع التوابل مع شويه تاع الماء سخون، نخليها على نار هاديه كي تذوب كامل هذيك الطماطم وتاخذ الغليه. من بعدها نستف فيها كامل هذوك الكويرات تاع السلق مع السردين، نغطي على المقله ديالي، نخليها حوالي 10 دقائق برك، قيس ما هذيك الصلصه تدخل كامل في الكويرات تاع السردين، ونطفي عليها. صدقوني الوصفه هذه بزاف بزاف بنينه، ولادكم ما يفيقوش كامل السردين للسلق، لانه السردين او رايح الذوق ديالو يغلب الذوق تاع السلق. المهم السلق ديالكم برك قطروه منيح وعجنوه منيح باليد قبل ما تدلكوه مع السردين هكذا باش ما يفيقولوش. الوصفه الثانيه هي شرموله تاع زروديه مع المقينصات تاع الدجاج. ثاني وصفه تاع اللي توجد وصفة اقتصادية. عندي مقينصات وعندي زرودية. عندي الدرسة الناشفة اللي بالقزبر والكروية، الثوم، درسة حارة منزلية، درسة الفلفل الحلو المنزلية.
كل انواع تاع الدرسه هادو تلقاوهم في بلاي ليست طبخه وتدبيره. عندي الطماطم المصبره المنزليه، الدهن الحيواني، الخل، الملح، الكرويه، وزرعه البسباس. الدهن الحيواني والطماطم المصبره المنزليه تلقاوهم في بلاي ليست طبخه وتدبيره، معناها كل الحاجات اللي راني نستعملهم راهم كامل الوصفات ديالهم موجوده في القناه. اول حاجه بسم الله نحط هذيك المقيصه مع هذاك اليدام، ندير معاها شويه تاع الثوم، ندير معاها الدرسه الحاره، ندير الدرسه الناشفه اللي كنا خدمناها بالثوم والقزبر والملح. تقدروا تزيدوا لها تاني شويه تاع الكرويه كي تدخلوها في الشرمولات. نديروا عليهم تاني توابل، ونغطي على القدره ديالي ونحطها على نار هاديه قيس ما نخلي هذيك المقيصات تقلى مليح. اذا درت شرموله تاع المقيصات بالزروديه نحط كلش بارد في بارد ونخلي هذوك الكنزات ولا المقيصات يتقلاو على نار هاديه. لكن اذا درت المقيصات مع الكبده والقلب درتهم يعني بالدرسه تما نحط الزيت حتى يسخن باش نحطهم يطيبوا باش يتحمروا تاع ليه وما يطلقوش الماء ديالهم. يعني كاين فرق في الطياب على حسب الوصفات. دوكا نضيف درسه الفلفل الحلو ونضيف الطماطم المصبره المنزليه وندير شويه تاع الماء، نهبط كامل هذوك الجناب تاع القدره ونضيف الزروديه من الفوق. اذا كان عندكم المعدنوس من الافضل ديروا ربطه تاع معدنوس، انا الله غالب هذاك النهار ما كاش عندي. ديروا ربطه تاع معدنوس هكذا صغيره، تعقدوها وتحطوها في الوسط، راح تطلق لكم بنه بزاف هايله، تغطي لكم على الذوق تاع الجزر وعلى الذوق تاع المقيصات اذا كانوا ولادكم مثلا ما يحبوهمش، ويعطوكم بنه بزاف هايله للمرقه. في نفس الوقت راح يغطوا اذا كانت كاينه قروصيه زعما في الطماطم اللي استعملتوها. يعني المعدنوس يعطيكم بزاف بنه هايله في الوصفات اللي تستعملوه فيهم. دوك بعد ما يعني سلست كامل الوجه تاع القدره لازم المرقه هكذاك تكون مستوى واحد، ما تلحقش حتى للمستوى تاع الجزر هكذا باش المرقه ديالي تكون عاقده. بعد حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه على نار متوسطه، يعني الشرموله ديالي تكون طابت يعني 100%، ندير عليها حوالي نصف فنجان تاع خل ابيض هكذا باش نعطوا لها بنه هايله. اللمسه الاخيره تاع شويه قزبر ولا شويه تاع معدنوس هذه لمسه اضافيه. اذا كانوا مثلا ولادكم ما يحبوش الذوق تاع الجزر ولا تاع المقيصات ويحبوا الذوق تاع الحشاوش كلخلهم بهذه التدبيره. يعني هي في الحقيقه الشرموله ما تجي فيها لا معدنوس لا قزبر في الاخر. قلنا هذه اللمسه هي للناس مثلا اللي ما يحبوش الريحه تاع الجزر ولا الريحه تاع الكنزات في الطيابات هكذا باش نحافظوا على الوصفه الاصليه تاع الشرموله الجزائريه. ان شاء الله الوصفات تاع اليوم يكونوا عجبوكم، ان شاء الله تجربوهم وتبعثوا لي التطبيقات. الوصفات هادو يولموا بالخصوص الخدامات المزروبات، تقدروا ديروهم في الليل ويبقاو لكم الغدوه من ذاك ما يتقرسلوا ما يصرى بهم والو. يقدروا داينوا لكم في الثلاجه اذا كانت تبرد مليح حتى 3 ايام. يعني هما وصفات اقتصاديه وبزاف بنان ويدوموا مده طويله. ان شاء الله الوصفات تاع اليوم يكونوا عجبوكم. نتلاقاو ان شاء الله في الوصفه المقبله باذن الله، وابقوا على خير.